السلام عليكم حبايب قلبي اخواتي من شمال مصر لجنوب مصر من شرق مصر لغرب مصر. اخوكم احمد المصري جاي يمسي عليك ويجيب لك التقييم الاسبوعي بين ايديك. يلا بينا يا اخواتي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم للصف الثاني الاعدادي ونبدا ونقول يلا. اكمل العباره التاليه بكلمات مالها بكلمات مناسبه. بص يا صديقي، صلي على النبي كده في قلبك عشان ما نتخانقش مع بعض وما نشدش شعر بعض. ايه ده درس، ده تقييم موجود على الدرس بتاع احوال مصر بعد الفتح الاسلامي. لو ركزت معايا هتلاقي مكتوب بيقول لك انشأ مين اول جامع في مصر بمدينة الفسطاط. اول واحد عمل جامع في مصر في مدينة الفسطاط كان الوالي عمرو ابن العاص. كان عمرو بن الايه؟ ابن العاص. هو اول واحد فتح مصر، وهو كان القائد اللي فتح مصر، وفي نفس الوقت هو اللي بنى ايه؟ هو اللي بنى اول جامع سمي بجامع عمرو بن العاص موجود في مدينة الفسطاط، لقب بتاج الجوامع. رقم 2 بيقول لك كانت فكرة نشر الاسلام بمصر وليدة عصر الخليفة عمر بن الخطاب. ايه رأيك في العبارة السابقة؟ اهي مبررا اجابتك بدليل. يعني ايه يا صاحبي؟ تعالى عم اقول لك. بيقول لك ان فكرة نشر الاسلام في مصر كانت فكرة الخليفة عمر بن الخطاب. يعني سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه هو صاحب فكرة فتح مصر دي، ومفيش حد قبل منه فكرها. لا يا حبيبي، اقول لك العبارة دي غير صحيحة. ما رأيك؟ لم تعجبني العبارة. مالها؟ لم تعجبني. ليه يا صديقي العبارة لم تعجبك يا صديقي؟ تعال اقول لك. لا، علشان كانت فكرة نشر الاسلام في مصر، تكتب كانت فكرة نشر الاسلام في مصر من ايام الرسول. من ايام الايه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم بعت رسالة لحاكم مصر الروماني، الحاكم الروماني بتاع مصر، وكان اسمه المقوقز. كان اسمه الايه؟ كان اسمه المقوقز، علشان كان بيدعو المقوقز للدخول في الاسلام. للدخول فين؟ في الاسلام. يبقى يا مستر احمد لو قال لك كانت فكره نشر الاسلام بمصر وليده عصر الخليفه عمر بن الخطاب، هتقول له لا، الفكره دي كانت من ايام مين؟ من ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. كان الرسول بعت رساله لحاكم مصر الروماني اللي كان اسمه المقوقز علشان يدخلوا فيه الاسلام. طيب السؤال رقم 3 بيقول لك أعد كتابة العبارة التالية بعد تصويب، يعني صوب ما ورد بها من خطأ. بيقول لك كان يتم اختيار الولاية من العرب في العصر العباسي الثاني. بص يقول لك ايه؟ في العصر العباسي الثاني. هل كان بيتم اختيار الولاية من العرب في العصر العباسي الثاني؟ العبارة دي صح ولا خطأ؟ تفتكر انت ايه؟ العبارة دي صحيحة؟ العبارة خطأ يا مستر أحمد. ليه يا حبيب قلبي؟ تعالى يلا تعالى أقول لك. بيقول لك كان يتم اختيار الولاة من العرب في العصر العباسي الثاني. لا، العصر العباسي الثاني ما كانش بيتم اختيار الولاة من العرب. غلط. أمال كان بيتم اختياره منين؟ كانوا بيختاروا الوالي يا إما من الفرس يا إما من الأتراك. يا إما من الإيه؟ الأتراك. يبقى كان الوالي في العصر العباسي الثاني يا اما من الفرس يا اما من الاتراك. يا اما من الايه؟ الفرس يا اما من الاتراك. لكن لو عرب انت ممكن تغير بقى في الجمله دي حاجتين. الواد الشاطر او البنت الشاطره تعرف تغيرها. ليه بقى؟ بيقول لك كان يتم اختيار الولاة من العرب في العصر العباسي الثاني. هتشيل العرب وتحط مين؟ هتشيل العرب وتحط الفرس او الاتراك. تقول كان يتم اختيار الولاة من الفرس والاتراك في العصر العباسي الثاني. طب لها حل تاني، عارف ممكن تعمل ايه؟ بيقول لك كان يتم اختيار الولاة من العرب، تشيل في العصر العباسي وتكتب مثلا في عصر الخلفاء الراشدين. فاهمني؟ يبقى تكتب في عصر الخلفاء الراشدين او العصر الاموي كان يتم اختيار الولاة من العرب. يعني ممكن تشيل العرب وتحط فرس او اتراك، وممكن تشيل العصر العباسي الثاني وتكتب مكانه عصر الخلفاء الراشدين. معاك تحط دي او دي، بس الاريح ليك ايه؟ شيل العرب وحط مكانها الفرس او الاتراك، لان العصر العباسي الثاني كان بيتم اختيار الوالي من الفرس او الاتراك. رقم 4 بيقول لك ازدهرت الصناعه في عصر الولاة. اثبت صحه العباره السابقه. يا مستر احمد هل الصناعه في عصر الولاة؟ طبعا انتوا عارفين عصر الولاة ده امتى؟ عصر الولاة هو من ساعه دخول عمرو بن العاص لمصر الى قيام الدوله الطولونيه في الدوله العباسيه او العصر العباسي الثاني. طيب عصر الولاة
حصل فيه ازدهار في الصناعه؟ ايوه. حصل فيه ازدهار عندك في صناعه السفن؟ هتقول له ازدهرت، اهو ازدهرت صناعه السفن. ازدهرت صناعه الايه؟ السفن. يعني صناعه السفن ازدهرت وبقت كويسه جدا. ازدهار صناعه السفن او ازدهرت صناعه السفن في عصر الدوله الامويه، في عصر الولاة الامويين. وكمان التطريز، الايه؟ التطريز على المنسوجات. التطريز على المنسوجات. المنسوجات. يبقى صناعه السفن، صناعه الايه؟ السفن في عصر الدوله الامويه هتقول له ازدهرت صناعه السفن وازدهرت صناعه التطريز على المنسوجات. نخش على رقم كام؟ 5. بيقول لك بما تفسر انشاء عمرو بن العاص مدينه الفسطاط. هو ليه سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وارضاه عمل مدينه اسمها مدينه الفسطاط؟ تعال هنا وانا اقول لك. مدينه الفسطاط عمرو بن العاص عملها حتى تكون، بص، حتى تكون مقر وعاصمه لفين؟ لدوله مصر. حتى تكون مقر وعاصمه لدوله ايه؟ لدوله مصر. يبقى حتى تكون مقرا وعاصمه لدوله مصر. بسبب ايه؟ بسبب بعد الاسكندريه. انت زي ما انت عارف عمرو بن العاص لما دخل مصر لقى ان الاسكندريه هي العاصمه، بس الاسكندريه كانت بعيده. كانت ايه؟ بعيده. يبقى هتقول انشاء عمرو بن العاص مدينه الفسطاط ليه؟ هتقول حتى تكون مقر وعاصمه لدوله مصر بسبب ان كانت الاسكندريه بعد مقر الاسكندريه. يبقى هو عمل الفسطاط عشان تبقى عاصمه لمصر بسبب بعد مدينه الاسكندريه. طيب السؤال اللي بعده ونخش على مجموعه ب. المجموعه ب بسم الله. بيقول لك اكمل العباره التاليه بكلمات مناسبه. من مهام ايه؟ تنفيذ العقوبات. اول ما تلمح في الامتحان ان شاء الله تنفيذ العقوبات او في تقييم حط كلمه صاحب الشرطه. صاحب الشرطه ده اللي مسؤول عن الشرطه بالكامل. يبقى مين يا مستر احمد؟ هتقول صاحب الشرطه. صاحب الايه؟ الشرطه. يبقى اكمل العباره التاليه بكلمات مناسبه. من مهام ايه؟ تنفيذ العقوبات التي يحكم بها القضاء. هتقول له صاحب الشرطه. رقم 2 بيقول لك ترجع نشأة نظام القضاء كنظام إداري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دلل على صحة أو خطأ العبارة. إجابتك بدليل. يعني إيه يا مستر أحمد؟ قول نشأة نظام القضاء اتنشأ كنظام إداري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. بص يا سيدي، العبارة ديت عبارة غير صحيحة. ليه؟ صلى على النبي. أنا عارف الناس هتضايق معايا يا عم والنبي استنى. هو هنا ما بيقول لك، طبعا أنت عارف إن أول قاضي في الإسلام كان الرسول صلى الله عليه وسلم، بس هنا بيقول لك ان القضاء كنظام ايه؟ اداري. يعني ايه كنظام اداري؟ يعني قاضي متعين في الدوله بيحكم وبيقول بين الناس بالعدل وبينشر المبادئ بتاعته، والمبادئ بتاعته في حد بيطبقها. يعني انا لو فرضت عقوبه عليك في واحد اللي هو اسمه صاحب الشرطه بيطبق العقوبه دي. فهنا بيقول لك ترجع نشأة نظام القضاء كنظام اداري في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم دلل على صحه او خطا العباره. هتقول له العباره ايه؟ العباره خاطئه. ليه خاطئه؟ تعال اقول لك. لان ظهر يرجع نشأة نظام القضاء كنظام اداري، هتقول له بعد الفتح الاسلامي لمصر. بعد الفتح الايه؟ الاسلامي لدوله ايه؟ لدوله مصر. كان القضاء كنظام اداري، هتلاقي في الكتاب عندك بعد الفتح الاسلامي لدوله ايه؟ مصر. طيب السؤال اللي بعده بيقول لك أعد كتابة العبارة التالية بعد تصويب ما ورد بها من خطأ. بيقول لك إيه؟ كانت عاصمة مصر في العصر العباسي مدينة القاهرة. غلط. في العصر العباسي كانت عاصمة مصر مدينة العسكر. مدينة الإيه؟ العسكر. يبقى تاني كده، كانت عاصمة مصر في العصر العباسي مدينة القاهرة. لا مش مدينة القاهرة، أمال مدينة إيه يا مستر أحمد؟ مدينة العسكر. مدينة الإيه؟ العسكر. يبقى كانت عاصمة مصر في العصر العباسي مدينة العسكر. خش على اللي بعده. 4 بيقول لك إيه؟ ازدهرت الحياة العلمية في مصر الإسلامية. اثبت صحة العبارة السابقة. لو جالك بما تفسر، لو جالك دلل، لو جالك برهن، لو جالك اثبت صحة العبارة. ازدهرت الحياة العلمية في مصر الإسلامية. لو قال لك ازدهرت الحياة العلمية في مصر الإسلامية، أول ما تلمح الحياة العلمية قول له رضي الله عنه عبد الله ابن عمرو ابن العاص. مين؟ عبد الله. أهو عبد الله ابن سيدنا عمرو
ابن العاص رضي الله عنه وارضاهم. هتقول له بسبب ان سيدنا عبد الله ابن عمرو بن العاص كان ينشر، كان بايه؟ ينشر مبادئ الدين الاسلامي، كان بينشر مبادئ الدين الايه؟ الاسلامي في مصر. يبقى تاني كده لو قالك في الامتحان ازدهرت الحياه العلميه في مصر الاسلاميه، اثبت صحه العباره السابقه، هتقول له قام عبد الله بن عمرو بن العاص كان بينشر مبادئ الدين الاسلامي في دوله مصر. كان بينشر مبادئ الدين الاسلامي فين؟ في مصر. يا حول الله يا رب على اللي بتمسح دي على طول. خش على اللي بعده، اخر سؤال في الفقره مجموعه ب تقريبا. نخش على بما تفسر تحسنت احوال المصريين بعد الفتح الاسلامي. ركز في السبوره ديت اهو، انا هطلع كده دلوقتي عشان اخد اخر سؤال في المجموعه دي. طب هتقول لي يا مستر احمد انا السبوره اتمسحت، اقول لك يا ابني التعبيط، ارجع يلا بالفيديو، ما انت بتتفرج على الفيديو يا ابني، ارجع الفيديو كده وشوف هتلاقي الاجابات. بيقول لك تحسنت احوال المصريين بعد الفتح الاسلامي لمصر. تحسنت احوال المصريين بعد الفتح الاسلامي لمصر. تحسنت احوال المصريين بعد الفتح الاسلامي. قول له ليه يا مستر احمد تحسنت؟ قول له بسبب حريه العقيده الدينيه. هتقول له بسبب حريه العقيده الدينيه، وان عمرو بن العاص، وان عمرو بن الايه؟ ابن العاص قام بتامين اهو، بص قام بتامين المصريين اهو، المصريين على اموالهم ودار عبادتهم. يبقى هتقول له يا مستر احمد تحسنت احوال المصريين بعد الفتح الاسلامي لمصر ليه؟ هتقول بسبب حريه العقيده الدينيه، وايه كمان؟ وان عمرو بن العاص قام بتامين المصريين على اموالهم وعلى عبادتهم. اموالهم، امنهم على اموالهم ودار العباده، ودار الايه؟ العباده. حلو يا صديقي؟ يبقى ركز كده معايا. لو اقول لك في الامتحان هل المصريين كانوا بعد الفتح الاسلامي مبسوطين؟ قول له هتقول لك ايه الدليل؟ قول له بسبب حريه العقيده، بسبب حريه الايه؟ العقيده الدينيه، وان الخليقه، وان عمرو بن العاص، وان عمرو بن الايه؟ العاص كان بيأمن المصريين على اموالهم ودار عبادتهم. طيب السؤال هنا في المجموعه رقم ج بيقول اكمل العباره التاليه بكلمات مناسبه. اكمل العباره التاليه بكلمات ايه؟ مناسبه. امر ايه بانشاء مقياس على النيل. اول ما تلمح مقياس على النيل حط الوالي عمرو بن العاص. عمرو بن الايه؟ ابن العاص. نيجي الرقم 2. ورقم 2 بيقول لك شهد نظام الحكم في مصر بعد الفتح الاسلامي تغير كبير. ما رايك في العباره السابقه مبررا اجابتك بدليل؟ هل العباره دي صح ولا غلط؟ انا هسيبك انت تقول. شهد نظام الحكم في مصر، لو انت مذاكر الدرس، بعد الفتح الاسلامي، هل نظام الحكم اتغير تغير كبير؟ الاجابه دي صحيحه ولا غلط؟ مبرر اجابتك. ايه رايك في العباره؟ هتقول العباره دي لم تعجبني. ليه؟ تعال اقول لك. لم تعجبني. لم ايه؟ تعجبني. ليه العباره دي يا صديقي لم تعجبك؟ تعالى يا عم اقول لك. العباره دي لم تعجبك علشان الحته الجايه دي. لما الفتح الاسلامي حصل لمصر لم يقوم الفتح الاسلامي بتغيير نظام الحكم في مصر. ما غيرش. هتقول له ايه؟ ابقى المسلمين على نظام الحكم فين في مصر. ابقى المسلمين على نظام الحكم في مصر. ما غيروش، الا بس ان هم عملوا ايه؟ انه مسكوا المناصب. يعني كان في منصب والي، بقى في منصب صاحب الشرطه بينفذ العقوبات. لكن ابقى المسلمين على السؤال ده مهم جدا. بيقول لك هل نظام الحكم اتغير؟ المسلمين ابقوا على نظام الحكم، ما غيروش حاجه. ابقى المسلمين على نظام الحكم في مصر كما هو، الى ان بس المناصب بقت مسلمه. طيب خش على السؤال اللي بعده. بيقول لك أعد كتابة العبارة التالية بعد تصويب ما ورد بها. يعني بيقول لك اكتب العبارة دي من تاني بعد ما تقول الغلط فيها، بعد ما تصحح الغلط.
بيقول لك امر الخليفه الاموي الوليد بن عبد الملك باستخدام اللغه العربيه، في الكتابه على النسيج، في الكتابه على الايه؟ النسيج. هل العباره دي صحيحه ام عباره خاطئه؟ صل على النبي كده واهدى وقول هديت. العباره دي غلط. ليه؟ لان اللي دخل الكتابه على النسيج يعني كان بيكتب على القماش زي ما مكتوب كده على قماش الكعبه. اللي دخل الكتاب على النسيج هو مش الوليد بن عبد الملك، بالعكس ده ابوه اللي هو كان اسمه عبد الملك ابن مروان. عبد الملك ابن ايه؟ مروان. يبقى مين اول واحد دخل الكتاب على النسيج؟ قول له عبد الملك ابن ايه؟ عبد الملك ابن مروان. نخش على رقم 4. بيقول لك ازدهرت التجاره في مصر الاسلاميه، اثبت صحه العباره السابقه. هل التجاره في مصر بعد الفتح الاسلامي كانت مزدهره؟ ايوه. طب ايه دليلك؟ تعالى يا عم اقول لك. الدليل بتاعي بسبب ان هتقول كده قام الوالي عمرو ابن العاص بايه؟ بحفر خليج امير المؤمنين. بحفر خليج ايه؟ امير المؤمنين. خليج امير المؤمنين ديت هي قناه كانت بتربط بين البحر الاحمر والبحر المتوسط، عامله تشبه قناه السويس كده بس غيرها. قناه السويس كانت بالطول، دي بالعرض. حفر خليج امير المؤمنين بيربط بين البحر الاحمر لنهر النيل للبحر المتوسط. الخليج ده ساعد على ان السفن تيجي وتكتر وتعدي على مصر كتير. علشان كده يا مستر احمد ايه اللي حصل؟ قام الوالي عمرو بن العاص بحفر خليج امير المؤمنين، مما ادى الى ازدهار التجاره. ادى الى ازدهار الايه؟ التجاره. يلا بينا اخر سؤال. بما تفسر ايه هي اهميه منصب صاحب الشرطه؟ اهميه منصب صاحب الشرطه في الدوله الاسلاميه. يلا بينا يا اخواتي. صاحب الشرطه كان ليه كام مهمه؟ ايوه صح، 2. المهمه الاولانيه، المهمه رقم 1، وهي ايه يا مستر احمد؟ تنفيذ العقوبات. تنفيذ الايه؟ العقوبات. بينفذ العقوبات اللي بيطلعها القاضي. القاضي يطلع العقاب او الحكم، مين ينفذه؟ صاحب الشرطه. يبقى تنفيذ العقوبات ده رقم 1. رقم 2 يا صديقي، غير تنفيذ العقوبات من اهميات صاحب الشرطه حفظ الامن والامان. حفظ الامن والايه؟ والامان. وده كان اخر سؤال في التقييم. يا رب اكون فدتكم، يا رب اكون سعدت بيكم وساعدتكم يا رب. اخوكم احمد المصري. اعمل سبسكرايب للقناه، تابعها، اضغط لايك يا زميلي علشان ينزل لك التقييمات الباقيه وحل الدروس وكمان شرح الدروس الجايه طول الترم بامر المولى، وكمان السنه الجديده بتاعت ثالثه اعدادي. يا رب 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 يتمم الشهر الكريم دوت على خير، وكلكم يا رب ربنا يتقبل منكم دعاءكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مع السلامه.